أهم 5 مشاكل ممكن تقابلهم في حالة إنك عرضت عقارك للبيع بأعلى من سعر السوق. إيه هم ال5 مشاكل دول؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أحمد إبراهيم، موقع ايجيبت ادفايزر، مستشار عقاري في شركة الحبشي للتسويق العقاري. والنهارده هنكلمكم عن نقطة مهمة جدا، وهي إيه هي المشاكل اللي ممكن تقابلها أنت كمالك عقار في حالة إنك هتعرض عقارك للبيع بأعلى من سعر السوق. طيب، خلينا نتفق ان الفير ماركت برايس او سعر السوق العادل هو افضل وانسب سعر تعرض بيه عقارك، لان في حاله ان انت هتعرض عقارك باقل من سعر السوق فانت هتخسر كتير، وكمان المشتري احتمال كبير ان هو يشك ان في مشكله في العقار. لكن لما تيجي تعرضه بسعر السوق او الفير ماركت برايس انت بتضمن لعقارك ان هو يتسوق في الوقت الطبيعي بدون اي شكوك من المشترين او من شركات التسويق العقاري. طيب، في حاله ان انت بقى قررت انك تبيع او تعرض عقارك للبيع باعلى من سعر السوق او اعلى من الفير ماركت برايس، هتقابل مشاكل كتير، لكن هقول لك اهم 5 مشاكل ممكن تقابلهم في حاله انك عرضت عقارك للبيع باعلى من سعر السوق. اكبر مشكله هتقابلها هي ان العقار بتاعك هياخد وقت طويل لحد لما يتباع الوقت ده، او لحد ما يتسوق حتى، لانك برضو لو عرضته للايجار باعلى من سعر السوق هيقابل تقريبا نفس المشاكل. طيب، ياخد وقت طويل للعرض في السوق اكتر من الوقت الطبيعي للعقار ده. يعني هنفترض ان انت مثلا عارض عقارك للبيع. طيب، الطبيعي للعقار ده بالسعر ده بالمواصفات دي هنفترض انه هياخد المفروض متوسط 8 شهور. متوسط 8 شهور ده يعني ممكن يتباع بعد اسبوع، ممكن يتباع بعد شهر، ممكن يتباع بعد 7 شهور، ممكن يتباع بعد 9 شهور، بس المتوسط بتكون في حدود ال 8 شهور مثلا. طيب، انت دلوقتي هفترض ان عقارك ده قيمته السوقيه 3 اكس. طيب، انت بقى هتيجي تعرضه ب 4 اكس. يعني خلينا نتكلم بارقام. لو انت عقارك الطبيعي ليه ان هو يبقى او يتعرض او يتباع ب 3 مليون، طيب انت بقى عرضته ب 4 مليون. الثمان شهور اللي هي متوسط مده العرض او متوسط مده البيع او متوسط مده التسويق غالبا هتزيد معاك، ممكن توصل سنه ونص، سنتين، 3 سنين وخمس سنين واكتر. وبعد كده انت هتضطر ان انت تعدله. طب هل بعد المده دي، بعد سنه ونص، سنتين، 3 سنين، لما هتبيع بيبقى اعلى من سعر السوق؟ لا، انت برضه هتبيع بسعر السوق او يمكن تزيد حاجه بسيطه، لكن المخاطره بتاعت مده الوقت او مده طول الوقت هتكون اكبر بكتير من الزياده البسيطه اللي انت ممكن تحصل عليها في سعر البيع بتاعك. لان في الاخر المشتري او عند المالك، والمشتري او عند البائع. البائع بيبيع عقار هو بس، المشتري ممكن بيقارن ما بين اكتر من عقار، والمشتري في الاخر عايز مواصفات معينه، لو لقاها في عقار بتحقق له اللي هو عايزه وفي نفس الوقت التكلفه قليله هيروح على طول المواصفات دي. يبقى اول مشكله هو طول مده العرض اللي هي ممكن تتضاعف للمده الطبيعيه ضعفين وثلاثه واربعه وخمسه، ممكن توصل ل 10 اضعاف كمان. وانا اعرف شقق كتير كانت معروضه لسنين طويله لان اصحابها مش عايزين ياخدوا براي المسوقين والمستشارين العقاريين وراي السوق في حاله البيع. تاني مشكله ممكن تقابلها وهي ان انت بعد فتره وبعد طول الفتره يحصل لك نوع من انواع اليأس او الاحباط، فانت تضطر ان انت تبيع بسعر اقل من سعر السوق في الوقت ده. يعني ممكن، خلينا على نفس المثال بالارقام، عقارك النهارده يساوي او يستحق 3 مليون، انت عرضه ب 4 مليون. طيب، خدت انت سنه، سنتين، ثلاثه، بدات تيأس ان كل بيه بيطلع لك فيه القطط الفاطسه او بيطلع لك فيه عيوب بس. كويس؟ فانت يأست. وقتها كان العقار بتاعك يساوي 3 مليون 300 او 3 مليون 500، فانت وقتها ممكن تقبل ب 3 مليون 200. ليه؟ لان ده عرض جد وجاي من حد وخلاص ما صدقت ابيع. ده جالك عرض قليل بسبب ان معظم المشترين هم مش مستهدفين بالنسبه للعقار بتاعك. ليه؟ هفهمكم. انت دلوقتي لما يكون عقارك ب 3 مليون وتحطه ب 4 مليون، معظم المشترين بيقارنوه بالعقارات اللي ب 4 مليون. تخيل انت كده تكون مدرب ومعاك بطل كمال اجسام وزنه 60 بيلعب في وزن ال 60، تحطه مع ابطال في وزن 120 و130 و140، اصلا كل اللي هيبص هيضحك وهيتريقوا عليه. كذلك انت عقارك لما تحط في فئه ال 4 مليون، اي حد هيجي هو كان بيبص على عقار ب 4 مليون وهيبص على عقار ب 4 مليون، فبالتالي العقار بتاعك كله عيوب بالنسبه للعقارات الثانيه اللي هي محل المقارنه من قبل المشتري.
فبالتالي انت ممكن تيجي لمرحله في وقت من الاوقات من اليأس من كتر العيوب اللي انت بتسمعها ان انت توافق تبيعه باقل من سعر السوق. تالت مشكله ممكن تقابلك في حاله ان انت عارض عقارك للبيع او للايجار باعلى من سعر السوق، هو ان العقار بتاعك او العرض بتاعك يتحرق في السوق. يعني ايه يتحرق؟ دي كلمه مجازيه احنا بنقولها لما المشترين خلاص بيبقوا حفظوا شكل الشقه مع مكاتب كتير مع أسرة كتير بسعر عالي، فينفروا منها حتى لو سعرها قل برضه ما يبقوش عايزين يشتروها ولا يأجروها. مش كده وبس، كمان في وسطة كتير وفي مكاتب كتير هتبقى مش عايزه ان هي تشتغل عليها، زهقت منها كل شويه شايفاها والعقار ده ما بيتباعش، اكيد في سر، فانا مش هضيع تعبي ومجهودي واستثمر في وقت وفلوس وفي مجهود علشان عقاره اصلا مش راضي يتباع. فدي تالت مشكله انت ممكن تقابلها من ضمن مشاكل انت هتقابلها لو عرضت بيعك لو عرضت عقارك للبيع او الايجار باعلى من سعر السوق. طيب رابع مشكله ان انت ممكن تقبل وتضطر بعد مده طويله جدا ان انت تقبل السعر الاساسي اللي اتقال لك من زمان مع عدم مراعاتك لمبلغ التضخم او نسبه التضخم اللي حصلت في المبلغ لان انت يأست. ودي مشكله متقاربه مع المشكله رقم 2 هو ان انت قبلت برقم اقل من سعر السوق اللي يستاهله العقار بتاعك. خامس مشكله انت ممكن تقابلها وهي حاجه انا شفتها وكانت مضحكه في الحقيقه جدا وكانت طريفه، وهي انتشار الشائعات عن العقار بتاعك. يعني فيها اللي هتلاقي فيها هتلاقي وسماسرة يقول لك ايه ده في عفريت، واحد يقول لك تاني اصل لا ده كانت متأجرة النشاط مش عارف ايه مشبوه، حد تالت يقول لك لا اصل المالك بتاعها وشه فقري، حد رابع هتلاقيه يقول لك هتلاقي ومن ضمنهم على فكره ساعات بيبقى حارس العقار او البواب يقول لك ايه ده صاحبها مجنون دماغه تعبانه وهكذا. فبص تلاقي الاشاعات دي توقف لك حل العقار بدون قصد من الناس اللي هي بتقول الاشاعات دي. يعني مش حد يبقى قاصد انه يوقف لك حل العقار، بس فعلا بتبدا الاشاعات دي تطلع وتتطور وتلف في السوق، خصوصا ان انت هتبقى في حي لازم هيبقى المكاتب عارفه بعضها، البوابين عارفين بعضهم، شركات التسويق العقاري عارفه بعضها، المستشارين العقاريين عارفين بعضهم، والملاك عارفين على علاقات كويسه بمكاتب التسويق العقاري. في تانية مشاكل انت ممكن تقابلها زي ان الوسطاء والشركات التسويق العقاري مش هيبقوا عايزين ان هم يسوقوا العقار بتاعك، مش عايزين يشتغلوا معاك، هتعمل مشاكل كتير. فدايما احنا بننصح عملائنا وبننصح اي حد اعرض للبيع بسعر السوق المناسب، فير ماركت برايس، سعر السوق العادل هو احسن سعر انت تبيع فيه عقارك. كان معكم احمد ابراهيم شركه الحبشي التسويق. لو انت استفدت من الفيديو دوت هستأذنك اعمل لايك وكومنت شجعونا بكلام جميل يخلينا نستمر في تقديم المحتوى المفيد دوت. ولو احتجت اي استشاره عقاريه كلمنا على طول. شكرا.